تحدث الكاتب اليمني محمد مصطفى العمراني في كتابه نحن والحمير في المنعطف الخطير. تحدث عن معاناة أهل قريته الذين ينقلون مياه الشرب من عين ماء، حيث لا بد لهم أن يسلكوا في طريقهم للعين ممرا ومنعطفا خطيرا بجانب واد سحيق تسبب بوفاة عدد من الأطفال نتيجة سقوطهم مع الحمير بهذا الوادي أثناء عبورهم ذلك المنعطف. وبعد عقود من الزمن كان وجهاء القرية يجتمعون في منزل أحدهم يناقشون موضوع المنعطف وكيفية إيجاد حل لهذه المشكلة. يقول الكاتب: وعندما سألتهم وأنا الذي تعرضت لأكثر من مرة للسقوط في الوادي عندما كنت طفلا أذهب مع الحمار إلى العين، سألتهم لماذا لا تسلكون طريقا آخر آمنا للوصول إلى العين؟ يقول: تفاجأت بإجابة مفزعة: نحن نمشي وراء الحمير وهي من تسلك بنا ذلك الطريق. رباط استيقافنا ونحن أيضا مشينا وما زلنا نمشي وراء الكثير من الحمير حتى أوصلت وأوصلنا البلاد إلى هذا الحال. مع السلامة.